لك هو بقلب الاسد يا اويلي اويلي جرثومه مثل شاف بالعين المجرده هيك تبطحك بطحه. لك شو تقول العداده؟ مات بجرثومه ما الانفلونزا. وخلق لك ليش يجي؟ ليش يجي يابا؟ ليش يجي رزاق؟ لك وين صرتوا؟ انه بنتي علي صار قرن اقول لهم شوفوا لي بيجو نظيفه تخلص منها تخلص. لك وين صرت رزاق؟ صار لك 4 ساعات انت وعجين تجيبوا لي دواء. لك هسه لو داسكم على قطار كان بوقتوا سياره ما قدرتوا تبوقون بدربكم وتجون. يعني من اتمرض هذه الشغل يوقف. شو اقول للرؤوف من يجي؟ اقول له غراض ماكو، ربعي ما قدروا يبوقون سياره. لكن يابا يعني استوى قفوت. اجى اخصائي الانف والاذن والحنجره لكن مو سديت باب الجراج. بابا باب الجراج سديته. باب الجراج سديت باب الجراج. لك مو عظيمه مو عظيمه هو بقلب الاسد يتمرض وذولا صاحيين. لك تعال تعال دا اعطيك جراثيم. اعيش جبان ولا اروح حياتي بمثل عمليات. انا شغلي مواد سيارات وبس. يعني قصدك نفترق؟ بصراحه ابو فرحان يعني انا تعبت يلا كونت نفسي فتالي عمري اروح اعدام. وسرقه السيارات وتهريب غرافه نبيها اعدام؟ انا شعليه المهم انا مطمئن منها. وبعدين وهاب بتكفل بكل شيء وتجيني المواد جاهزه. بس شغلك خطر يعني لو جاي طلقه براسي لو براسك كان ايش حصلنا؟ رجاء ابو فرحان اتركني بحالي. صحيح انت صاحب فضل علي لكن انا من هاليوم بعد ما احط ايدي بايدك ومع السلامه. لك ايش بيك تباوع علي يا بابا؟ ايش بيك تباوع علي؟ وتجي الحصيني. لك شنو ايش بيك انت ما شايف واحد مثلي؟ ايش بيك ما تقول ايش بيك؟ لك شنو اني ليلى علوي؟ لك بابا شو طول بالي صار لهم 4 ساعات بالراحه. لك اني السياره اطيرها برمشه عين. لك ذولا صار لهم 4 ساعات يصير صعدون المريخ يبقوا لنا مركبه فضائيه. هاي شنو رزاق؟ شنو هاي؟ شو السيارة قابل دنبر؟ لك سيارتي ايش هاي خباطة مالش بنتو؟ لك هاي شنو جبتها لنا للتفسيق لو للمتحف؟ ايه انه صدق كذب. لك انت تقبلت؟ صار لكم 4 ساعات وقلبي يجي يسوي عليكم واني مريض، ثاني تجيب لي سيارة يعضها كلب ينكلب. لك صدق رزاق؟ هذا اللي لقيناه. ليش تتبطل؟ قولي لي ذكرى راحت الكليه؟ ذكرى البارحة انتظرتك النص اللي أرادت تشوفك وبعدين نامت. يعني معقولة يا رجال احنا ثلاثتنا نعيش ببيت واحد ما نشوفك إلا يوم بالأسبوع؟ يا اقبال غير ظروفي. انت تعرفين اني مشغول بالعمل وهي مشغوله بالدراسه. هسه ما علينا، أنا عندي حكاية وياك. احكي. اكو واحد يريد يتقدم الذكرى يخطبه. ومين هذا الولد؟ هم يعني يعرفوه اصدقاء ذكرى اللي بالكليه. زين ودراستها شلون؟ وش عليها الدراسه؟ تخلص دراسه وتتزوج. يابا مبين طابختها انت والبنيه للقضيه. صدق لو قالوا الزوج اخر من يعلم. يعني انت موافق؟ اذا انت موافقه
وذكرى موافقة، أنا موافق. خلي يجيب أهله ويجي. حكي بيناتنا، ترى ذكرى هواي راح تفرح. خليها تفرح يا معودة، احنا كم ذكرى عندنا. أقول بقتي لي الولد شو يشتغل؟ ضابط بالشرطة. اسم الله، هاي شبيك؟ لا هيك ماكو شيء ماكو شيء. الشاي حار؟ لا أبدا. إقبال، انسيها قضية الخطبة، انسيها نهائيا. خل تنتهي البنية بدراستها وبعدين نفكر بالخطبة. تحب لها واحد اسمه رزاق وشمال تقول عليه مغرور وفاسد، وانا صاحب المعمل اللي من وراه تاكل خبز. يعني هسه اذا طردتها وين راح تلقى شغل؟ ما تقول لي انت ليش خابص نفسك بيها؟ ايش شفت بيها؟ اطردها واخلص من هذا الهم ووجع الراس. لا، أنا لازم أمركب رياها بالتراب حتى تعرف منو رعد. بس ارجوك ما اريدها تعرف انه اني دا اجيب لك حكي، لان موقفي حيكون جدا صعب امامها. لا تخافين، أنا أعرف أتصرف زين، لا تخافين. بس عجبها ما قالت لك شو وقت تلتقي ويا حبيب القلب؟ لا وش ماله؟ بين روحها يا محافظة وصاحبة قيم وتخاف على سمعتها. بسيطة بيداء. بعد ما اوصيك اخاف تطلع كلمة منك بدون ما تقصد، لانه انت تعرف طبيعة علاقتي بيها. اروح اكمل شغل. معقولة تحب لها واحد بيه خير؟ لا، أكيد هذا مثلها طبعا، لأن الطيور تقع على أشكالها. وبعد شلونك يا احلى خاله بالدنيا؟ زينه، واسال عنك كلش هوايه. انا مشتاقت لك مشتاقت لك موت. امشي كذابه، مشتاقت لي ملعونه. معقوله ما عندك نص ساعه فرغ تسالين بيها علي؟ والله ما عندي دقيقه اشوف وقتي بيها. تعرفين الدراسه ماخذه كل وقتي. هم حقك. عمو طالب وين؟ بالحمام. وولد خالتي الحلوين هم وينهم؟ نايمين. نايمين بهالوقت؟ اروح اقعدهم احسن. صباح الخير. صباح النور. هلا بيك. مشتاق لك. كذاب خالي ومخادع ايضا. اقبل، لان اي شيء يطلع منك حلو ويريحني. منير الله يخليك، ترى انا كلش قلقه. احنا لازم نحدد. حبيبي احنا نظاره، موضوعنا هذا يحتاج الى مكان هادئ ورومانسي. اتمنى احقد عليك واخلص منك. ما تقدرين لان تحبيني. اسمعي حنين، اليوم نلتقي بمكاننا بعد الدوام ونحكي بخصوص مستقبلنا بالتفصيل الممل. ايش قلتي؟ راح انتظرك بفارغ الصبر. وهسه قولي لي، استاذ طالب وصل؟ لا. يعني ما اجى للدائره؟ هو اجى بس راح للمدير العام. حنين، هو راح للمدير العام لو المدير دز عليه؟ لا المدير العام دز عليه وقال لي من يجي منير خلي ينتظرني بالمكتب. يعني يسويها طالب ويختار له معاون غيري؟ كل مهندس يكون مسؤول عن قاطع من المشروع وتنطيه نسخة من التصميم. إن شاء الله أستاذ من بكرة راح نباشر بعملية المسح والتخطيط. وأريد أيضا تعين اللجان الإدارية والتنفيذية من اليوم. أستاذ يعني أكو ذهنك يعني جهة تقدر تمول المشروع بالمواد؟ هاي تبقى يمك. أنت تقدر تتصل بمعامل حكومية أو قطاع خاص بس بشرط وفق المواصفات المطلوبة وما يتعدى حدود المبلغ المقرر من قبل الوزارة. زين أستاذ، المعاون مالتي منو؟ منير مهندس كفو ونشيط، لذلك وقع عليه الاختيار. وإذا تحب غيره ما عندي مانع. لا طبعا، منير مثل أخويا وأقدر أعتمد عليه. زين لعد تقدر هسه تروح تبلغه وتنقل حديثنا هذا إليه حتى تباشرون بالمشروع، وأتمنى لكم الموفقية.
ان شاء الله استاذ نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن المسؤولين بالوزاره. ان شاء الله. شكرا. مثل ما توقعت. اسمع منير، اريدك تجي لهنا حتى نتناقش على هالمصيبه اللي وقعت على رؤوسنا. خوش يا خوش. طيب مع السلامه. ايه ابو ناطق، لا تهتم، كل مشكله ولها حل. ما اريد طالب يجبرني على الطريق الصعب. انا اشوف ابو ناطق لو تتاكد من موادك اللي بالمخازن. مواد بالمخازن؟ ايش بيها؟ لازم تتاكد من اعدادهن وانواعهن، وهل يا ترى تكفي المشروع لو لا؟ ليش؟ لانه اذا ما تكفي بهذه الحاله طالب راح يستعين بممول اخر غيرنا حتى يكمل النقص، يعني راح تنكشف اوراقنا. فعلا اذا اكو نقص بمواد اللي موجوده بالمخازن اشتري بمكانها. اي نعم، حتى اسد الباب بوجه اي ممول اخر. هذا الحكي الصحيح. اسماعيل اتصل لي بابو ناصر حتى احاكي. صار. الو، منو ابو ناصر؟ الحمد لله. اي اسماعيل، شلونك؟ ابو ناطق وياك. ايه ابو ناصر. الو، شلونك ابو ناصر؟ يا هلا يا هلا يا هلا. الحمد لله ماشي، مشتاق لك هواي. اقول اخبار المخازن شلونها؟ الحمد لله الحمد لله. اقول لك ابو ناصر، اريدك تجيني لهنا للمكتب وتجيب لي السجلات كلها اللي بيها مكتوبه انواع المواد واسمائها. اي لازم، اي عود من تجي افهمك. يلا يا بسرعه. ها ايه، مع السلامه، الله وياك. سلم لنا. عافية عليك اسماعيل، هسه قمت تفكر صحيح. ابو ناطق، لازم نمشي صح حتى تكون نتائج خطواتنا صحيحه. عافية عافية بعجيل، عافية شد حيلك. لا هوبي، لا هوبي، هذا مو شغل، حرك نفسك شوية. صدوق كذب رؤوف. هسه اللي سمعك شو يقول؟ يعني هاي غراضنا صارت مو على قد المقام يابا؟ اي يابا بسرعة تكبرت علينا هي هاي الخوة. افهمني هوبي، مو مقامات ولا تكبرت عليكم. الناس اللي اتعامل وياهم يردون غراض مال سيارات حديثة، مال سيارات راقية. الف رحمة على روح امك وابوك. سمعت؟ سيارات راقية، مو جايب لي برازيلي يعضها كلب ينكلب. لك والله هاي السيارة لو شايفك راعية وانت راكبها كانت طاق كرامية على مدى. هوبي اترك رزاق وتفهم وياي. لك يوم واحد توجعت، يعني اذا اموت تموتون كلكم ورايا، انت ورشيد وعجيل. لك شو احكي وياكم؟ ايش طولتها؟ تتفهم وياي لو اروح. هاي ايش بيك يا روف؟ دخل احكي وبرد قلبي مو ذولا ذبحوني، يعني لو ماكو شغل. انا رايح. يلا فوقها هو بالراحي. المهم هسه صحتك شلونها؟ حديد. زين لا شوف لي شطارتك وجيب لي سيارات من اخر موديل. وداعتك سيد رؤوف، لا اخلي ازمه بالسيارات الحديثه. صدق كذب. بعد اني ليش يسموني هو بقلب الاسد؟ ها يابا، قلب الاسد، قلب البزون، كل اللي يهمني اريد سيارات تملي العين واخر موديل.
السلام عليكم، شلونك عمو ابو غنيه؟ هلا ببنيتي ذكرى، هلا شلونك؟ شلونك عمو؟ الحمد لله. غنيه وغنيه شلونهم؟ نحمد الله ونشكره. والله يا بنيتي يا ذكرى ام غنيه تعبانه، السكر والضغط ماخذين كل حيلها. لا ما عندها الا العافيه ان شاء الله ماكو شيء. اشكرك بنيتي الله يخليك. اقول عمو خالتي موجوده بالبيت؟ اي موجوده، استوها جابت الجهاله من المدرسه. زين العب، اترخص انا. يا هلا مرخوصه، هلا بنيتي يا هلا. ايه شو وقت راح يجي اليوم اللي اقعد فيه على هذا الكرسي؟ طالب مو هذا مكانه. ايه هذا مكاني اني، لان اعرف شلون اخليه بملايين ملايين. منير سريع. لا العفو استاذ، بس انا تخلت على مود شويه اكو بعض اقعد يا معود، ترى عمر المظاهر ما تنطقي من الانسان هو ينطقي من الاشياء. صح. هذا التصميم مال المشروع. ومن هذه راح اتعبك وياي، لانه انت راح تكون المعاون مالتي. ابو ناطق، اريد تفهمني شنو القصه؟ مشروع جديد يستنفذ كل المواد الموجوده. الحمد لله. تدري انا كل الطريق افكر اقول ليش طلب من عندي ابو ناطق السجلات؟ يعني يجوز اكو لك ابدا لا تكمل ابو ناصر، اشك بنفسي وما اشك بك. ابو ناطق، نعم. انا اليوم اخذ السجلات واطلع عليها. عافيه، بس اريد منك تسوي لي جدول باسم كل ماده. صار. يعني ما انزل شيء للسوق؟ لا، المشروع اهم. مشروع ايش؟ مشروع سكني. يعني اعتبر المواد مصروفه. بس يا ابو ناصر انا خايف حيل خايف. من ايش خايف؟ من مدير المشروع. هذا يقول لك صعب شويه. خوش، معطول هيجي، انا اتمنى لك التوفيق، واذا احتاجيتني ابقى، واذا ما احتاجيتني ابو ناطق حتى اروح للبصره. شو رايك باسماء هاي اللجان؟ حنين، اريد من كل ورقه 5 نسخ. اي، والاسماء الموجوده تبلغوهم بالاجتماع خلال نص ساعه. اي بسرعه ارجوك. يا حلو يا اخي، انا متحمس كلش لهذا المشروع. 300 عائله راح تستقر وتخلص من الاجار وطمع المؤجرين. طبعا صحيح استاذ طالب. بلغني المدير العام ان ننجز المشروع بفتره قياسيه، فلازم اول شيء نفكر بالجهات اللي راح تمول هذا المشروع. فعلا فعلا استاذ طالب، هاي اهم خطوه لازم نبدا العمل بها سريعا. وهذا اول شيء لازم نناقشه بالاجتماع. صحيح انا وابوك نختلف، بس انا ارتاح له هوايه، يعني انسان لطيف. ان شاء الله يوافق. لازم يوافق، ماكو داعي يرفض، بس هذا ما يعني لازم يوافق بسرعه، لانه هذا الزواج مو لعبه. ان شاء الله يوافق ويصير كل شيء مثل ما تردين ونفرح بيك. ان شاء الله. اشكرك خاله، انا اترخص. وين؟ تاخرت، تعرفين امي ايش قد تقلق علي من اتاخر. زين العفو لو وصلك. لا عمو لا، انت هسه جاي من دوام وتعبان، انا اجر تاكسي. هذا شلون حكي؟ تعبك راحه لا. زين انا عندي فكره. وهي؟ لويش ما ناخذ الاولاد ويانا ونروح بالسياره، هم نوصل ذكرى وهم شوي احنا نفتر. اي خوش فكره. كلش خوش فكره، يلا. لحظه 5 دقائق 5 دقائق. يلا. اي ابدين. يلا. واكون ياكم. يلا. اسمعي ذكرى، انا سيارتي برشقه مو مثل سياره ابوك، يعني اي عطل بالطريق لازم دفع. وانا مستعده ادفع. شو وقت تجيب للكليه؟ هسه على جاي، ايش بيه قلق؟ ما بيه شيء، يعني اكو واحد ما يقلق على بنته؟ فدوى رؤوف لا تزعل، أنا من قلت لك على قضية الخطبة اللي جاي أنت قلق. ما أريد أسمع عن الخطبة أي شيء، افتهمتي؟ بسرعة قررت، شوية فكر. ما يحتاج لها تفكير، ما يحتاج لها تفكير، خلي تدير بالها على دروسها وبس. عجيب،
انت بسرعه قررت وبعدين على لحظه تراجعت، ما تقول لي ليش؟ انا حر، اوافق ما اوافق انا حر، وانا اعرف بمصلحتها اكثر منك ومنها. غير تعطيني مبرر معقول؟ ماكو اي مبرر. انا ما مرتاح لهاي الخطبه، والمره اخيره احذرك ما اريد ينطرح هذا الموضوع لا منك ولا من بنتك، افتهمتي؟ شنو؟ قابل انا مخبل حتى اتناسب ويا ضابط شرطه؟ اكو واحد يقبل يتناسب ويا قنبله موقوته وما يعرف شو وقت تنفجر بوجهه؟ يعني يجوز هذا شاك بيا ودازي علي؟ يجوز؟ دازي بواجب علي، ليش لا؟ ذولا كل شيء يسووا. ذكره يعني ما لقيتي غير هذا؟ هاي الشباب المالي الشوارع الا ضابط شرطه. ايش بك ودا؟ خايفة رزاق. ليش؟ ما ادري ليش. تخافين واني يمك؟ لا بالعكس رزاق، أنا مطمئنة لك ولهذا ما حبيت أكسر بخاطرك. أشكرك نداء، أنت كلش عزيزة علي. بس رزاق أرجوك، هاي آخر مرة نجينا. تدرين شيء أحبك، ثاني مرة لا تتاخذين شكرا. أدري رزاق، بس أنا همي الوحيد هو أخويا وأبويا المريض. زين ما حاولوا أقربائك يساعدوكم مثلا يعني؟ يا رزاق، بهالدنيا كل واحد يفكر بنفسه بس، كل واحد يقول يا روحي. بداء أنا قدامك، وش تحتاجين؟ بس قولي. أشكرك رزاق. يلا تأخرت. وين؟ مو بعد وقت؟ لا همتين أروح لأنه أبويا مريض وأني لازم أكون يمه. بس أنا عندي فد موضوع أريد أقول لك به. بعدين يلا تأخرت رزاق. بعد وقت؟ لا يلا تأخرت. كيفك؟ يلا. حبيب السباع، هاي وين كنتي وين؟ داشتم هوا تنفس. تشتم هوا؟ هم زين قلت لي. لازم احنا هنا مفرغين من الهواء. قشمر، ما لقيت له غير هاي السالفه؟ وهب انا مو صغير حتى تحاسبني. لا احاسبك ونص؟ انا اخوك الكبير ولازم اعرف وين تروح وين تجي. وهاب مو قلت لك داشتم هوا، شوف الدنيا شوف العالم، هو موقع محبوس هنا. هيجي يشتم هو حقه. هذا يصير لي اناني اسمي قلب الاسد، هو دا يغار من هالاسم؟ بسيطة، طالما يغار نلقى له اسم نسميه ذيل الاسد. حتى الحب محرم علينا. يا ترى من تعرف بيداء بحقيقتك شلون راح يكون موقفك امامها؟ لا اقول هي شلون راح يكون حالها. هي ما عايزه لا آلام ولا صدمات، حتى تجي انت زيد طين بله. يا ريت اقدر اتركها، يا ريت. وشنو سبب رفضه؟ انت تعرفي لابوك ما يرضى واحد يناقشه، اصلا ما خلاني احكي وياه براحتي. ماشي، يرفض على عيني وراسي، بس غير يقول ليش؟ انسي الموضوع.
انسى الموضوع شلون يوم يعني بهالبساطه؟ بنتي يجوز عنده مشكله معكره مزاجه، نصبر لك كم يوم بلكي يغير رايه. اقول لك ابويا جاد برفضه وانا عارفه احسن منك. ورايك شلون؟ اغلب البيت هم ونكد وقيل وقال. اصبري شويه والله كريم. غريبه يا يوم تعقليها انت، هذا رفضه غريب، يعني لا شاف الولد لا عرف عائلته، لازم اكو سبب. ما دام تعرفيه لابوك احسن من عندي، لحد ليش تلحين علي؟ ترى من تلحين يعاند اكثر. يابا اسماء اللجان ثبتت والامور استقرت مثل ما توقعنا. وجهات التمويل ايش سويت بخصوصها؟ انت المرشح واقنعتهم بهذا. طالب مو سهل. اذا ماكو غير نقتله ونخلص منه. ابو ناطق اسمع كلامي والتقي بي. وين؟ بالدائره باي مكان تحب، والمكان اللي تختاره منير يبلغ بيه. طيب هو يعرفني؟ انا قلت له عليك ووافق على كونك الممول الوحيد للمشروع. انا اريد اشوفه واحكي وياه بصراحه. لا تستعجل، هذه القضيه محتاجه دهاء وصبر، واي تصرف يطلع من عندنا خطا ترى محسوب عليك. لو فرضنا قابلته ورفض عروضي، هاي شلون؟ ذاك الوقت ابو ناطق راح نلقي طريقه ثانيه. بس حضرتك من شيء دير بالك يعرف بعلاقتي بيك، انت مجرد سامع باسمي فقط، لان اذا ما اتفقتوا راح يجردني من صفه المعاون وراح تتعقد الامور اكثر واكثر. صحيح، هذه نقطه مهمه، اذا تخلصنا من طالب راح يجي واحد غيره يحل محله، وبهذه الحاله لازم نرتب وياه من جديد. هذا المشروع حلم حياتي، يعني هيك مجرد افكر تفكير شويه قليل بانه راح يروح مني بسبب طالب، شعر جسمي كله يوقف. لذلك راح اتعامل وياه بالحين وغادي، بس اذا شفت بقى راسه جامد ومستبد برايه اسلك وياه غير سلوك. ذيك الساعه ابتره وانهي الموضوع. ابشرك. بشر بشر. شلون سيارة تخبط؟ لا بعرضك. اي من هاي اللي يريدها رؤوف وعلى خاطرك. عافية. بس المشكلة وين؟ وين؟ انه صاحب السيارة يخليها مقابل للمحل. لا 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 انا هوبي ما عندي مشكلة فهمت؟ بس قول لي وين يوقفها؟ بشارع عام، بجادة، بجراج، بفرع، وين؟ وهاب مو قلت لك على الشارع العام يعني مقابل المحل ماله. إيه؟ بس انا عندي فكرة انه واحد من عندنا يطبي له هي والثاني ينقرها ويفلت. شنو؟ ينقرها ويفلت. شلون؟ ينقرها يعني قبور. اي والله قبور. ليش؟ لك ماكو فدت لي يد انا اقرك على قصتك. شنو هاي وهاب؟ ايش مر؟ 100 مرة قلت لك لا تستهين بالامور، العلم اتطور. اي تدري هسه طالع سيارات بس تفتح باب السائق تقوم تضربك طلقات. يضحك القشمر. ولا تقول السيارة تضرب طلقات هاي بس عندك. طبعا بابا العلم اتطور. ايش قد ما هم يحاولون يطلعون ابتكارات لاجهزه الانذار للسيارات، احنا ايضا الكار علينا ان نطور الكار ونطلع قضايا تضاهي نفس الانذارات. طبعا تدري العلم هسه شو مسوي؟ شو مسوي؟ مطلعين سياره بس تفك باب السايق عدل، هي تطببك بالسياره وتطبق عليك البوب وقبل توديك المركز الشرطه. السياره؟ وليش متعجب؟ شنو؟ انت ما سامع بهاي الحادثه؟ لا ما سامع. اي حقك، انتم بعدكم احداث صغار على هذا الكار. اسمع لك رزاق، هاي السياره لازم تجيبوها من جوا قاعد تجيبوها. اذا اجى رؤوف وما لقاها اكيد راح يروح ياخذ من غيرنا. السياره تجيبوها بتعبان. بس احنا جاهزين اني ورشيد وعجيب، وانت بس سوي الخطه واحنا ننفذ. هاي العمليه مو هينه فهمت؟ هاي العمليه يراد لها تفكير، واني لما افكر زين يراد لي راس نرجيله زين.
لك عجيل. وين صرتوا رشيد؟ راس نرجيله زين. عجيب أمرك طالب، لو شوية تفكر وتشغل عقلك ما كان تصير عندك سيارة حدث موديل. لو تحط ايدك بيد ابو ناطق. منير، اهلا استاذ طالب. شو هنا؟ الحقيقة جيت عليك بشغلة تخص المشروع واخاف جيت بوقت غير مناسب. يا معود هو اكو من المشروع. عموما انا اتصلت بالمقاول اللي راح يزودنا مواد المشروع. كلش زين الحمد لله. شو راح تبقى واقفين هنا؟ تفضل. تفضل يا معود بيتك. تفضل اخوي تفضل. اهلا وسهلا. الله تفضل. مرحبا ست مديحة. اهلا وسهلا، تفضل استريح. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، تفضل. تفضل استريح. يا الله. مديحة بلا زحمة سوي لنا شاي. صار دقيقة والشاي جاهز. الله بالخير. الله بالخير. هذا العنوان مال مكتب ابو ناطق. قل لي هو شلون سمعته بالسوق؟ والله انا شخصيا ما اعرفه. ايه جماعه دلوني عليه بس يقولون يبيع ارخص من الاسعار اللي موجوده حاليا. كل زين. خليه يجيني الدائره. ان شاء الله. الحقيقه اخ منير يعني ولو فضول تعتبره يعني بس انت صديقي واخوي يعني اريد اسالك سؤال يعني اخاف تزعل. اسال. يعني انت عندك امكانيه بحيث تشتري سياره؟ حقك تسال هذا السؤال. الحقيقه طلع لي ورث وما صارت فرصه اقول لك. لو هيك الورث لو ما يراد. طيب طالما عندك هيك سيوله نقديه يعني ليش ما تستغلها في المشروع؟ انت تعرف المشاريع الحكوميه ماخذه كل وقتنا. اي صحيح. اني راح ابلغ ابو ناطق حتى يزورك. هاي وين رايح متشاهد؟ لا اشرب بمناسبه ثانيه ان شاء الله. اعوفك هسه ترتاح وباشر اشوفك بالدائره. طيب ان شاء الله. مع السلامه. قولي لي قبال ذكرى تعشت؟ تقول ما إلي نفس. وهسه هي نايمة؟ بدها تقرأ بغرفتها. رؤوف شكو؟ ايش بيك؟ شو صفني؟ قبال سهلي ذكرى بدي احاكيها. ايش بيش صفنتي؟ بدي اقول لك ابدا تحكي ويا بنته، بيها شيء؟ لا ما بيها شيء. بل يابا. ذكرى بدي اسالك سؤال وتجاوبيني بدون كذب. اسأل يابا. هذا الولد اللي تقدم لخطبتك بدي اشوفه بالكلية؟ جاوبيني، ليش ساكتة؟ البارحة شفته. أنا مو قلت لك ما موافق على الخطبة، ليه بدي اشوفيه؟ يابا كان ينتظر الرد وقلت له ابويا ما موافق. وش قال؟ قال دليني على بيتكم اجيب اهلي بلكة يقدرون يقنعوه. دير بالك تدلي على البيت ولا يجي لهنا. انا قلت كلمتي وخلص. يابا ترى انا يعني اسكتي، ما اريد حكي، ما اريد اي نقاش. اذا عرفت او حسيت تقابليه بالكليه والله العظيم ما اخليش تروحين الكليه وما تطلعين من البيت، مفهوم؟ رؤوف انت لازم تعطينا اسكت قبال. لو تفتهمين انت كان علمتي بنتك الاصول. قولي لي احنا دازين للبنيه تدرس، لو تحكي واحد ما نعرف اصله من فصله. شوفي ذكرى، احذرك لاخر مره،
ما تحكين ويا هذا الولد، افتهمتي؟ قلتي بمستقبلك. شو يقولون عليه الناس وانت تحكين وياه بالشارع؟ هسه انا اقوم افهمكم الاصول لو الصح من الخطا. ذكرى ذكرى، اعتقد توفيق موجود بمكتبه لان سيارته موجوده. اعتقد موجوده بناظر. عاشور؟ نعم. انت ابقى لنا يم السياره وانا واسماعيل صاعدين على توفيق. صار عمي. بارك الله فيك. يلا اسماعيل. لو يصير كان بعيني. لا تتصور المبلغ اللي وحدي. نص المبلغ راح اوزعه منا ومنا. اي ترى 4 ملايين مو هوايه. الادله الجنائيه كلها ضد ابنك. متاسف ما اقدر انزل من المبلغ ولا دينار واحد. على العموم فكر بالموضوع واتصل بي مره ثانيه. مع السلامه. تفضل. ابو ناطر. اهلا اهلا يا هلا يا هلا حبيبي. يا هلا يا مرحبا. هلا استاذي. يا هلا بيك. يا مرحبا. يا هلا وسهلا. اهلا اسماعيل. اهلا استاذ توفيق، شلونك؟ الحمد لله بخير. اسال عليكم. الله يخليك. لا مبين لو مشتاق لنا كان يجي زرتنا. اسف جدا ابو ناطق اسف. عندي قضايا هوايه ودعاوي هوايه ولازم اتابعها. يا بحقك لأن اسمك على كل لسان وبكل مكان. اهلا وسهلا. تفضل تفضل سير. تفضل عمي. يا اهلا وسهلا. يا الله. يا اهلا وسهلا. يا الله. اي الله بالخير. الله بالخير. شلونك؟ احوالك شلونها؟ الحمد لله. اكو شيء جديد؟ اي نعم. يا الله. اكو. يابا اذا مشت الامور عدل اطق طقه محترمه. اي نعم. مشروع يا استاذ توفيق. مشروع احلم به من زمان. وشنو هذا المشروع؟ بناء 300 دار سكني العمال معمل نسيج. اي نعم. تعرف وياها ملحقاتها وتوابعها الخدميه ومثلا عياده شعبيه، مدارس، مركز، الى اخره. اكو مشكله ابو ناطق؟ دا احس اكو مشكله عويصه. مدير المشروع هو نفسه، بس المدير المالي ما نعرفه، بس نعرف المعاون مالته. هذا شيء جيد ومن صالحكم. مدير المشروع يا استاذ توفيق اسمه طالب، بس المعاون ماله يقول انا ما اقدر اسوي شيء لان هذا دقداقي بالعمل دقيق. ايه هو يبيع مثاليات. مستحيل. كل شيء بهالحياه له ثمن. هو يا جماعه ترى اني خايف ما مطمئن، بس على العموم استاذ توفيق باكر راح يكون اللقاء الاول بيني وبينه. انا بالخدمه ابو ناطق. انت شوفه وتفاهم وياه على المكشوف، واذا فعلا ما قدرت تكسبه اني جاهز افكر لك بالحل باسرع ما يمكن. اشكرك استاذ توفيق، بس تعرف انت انا حبيت انه انت تحضر اللقاء. اي نعم. وتعرف اني بهيجي خصوص اي خطوه وحده ما اقدر اخطئ اذا ما استشيرك. اني حاضر ابو ناطق. عاشت ايدك رزاق. هاي السيارة اللي ادور عليها. صاحب المحل ايش وقت يطلع؟ يعني مثل ايش وقت تقريبا؟ عافية هاي الخطة اريدها تنجح 100% بدون اي خطأ. افتهمت؟ امر هاي العين وهاي العين. وردة افتهمت؟ يلا ولي. يلا روح. اقول لك وهاب، يعني اذا صاحب المحل هالمره طلع وما شايل جنطه وياه شلون؟ ذاك الوقت انا عندي غير خطه ما عليك انت. زين وشنو هاي الخطه؟ هسه قول لي وقت شرح خطط ثول. اي والله ثول.
زين اليوم ماكو ناس هوايه بالشارع. وهاب وهاب ايش بيك؟ صاحب السياره طلع من المحل. اسمع، اول ما عجيل يخمط الجنطه ويطلع، انت قبل بسيارتي وما اريد اي تاخير، افتهمت؟ تؤمر. سوقه تؤمر. حرامي يا ناس، حرامي. ذكرى؟ لا شلونك؟ زين الحمد لله. هاي شويك؟ ذكرى! ذكرى! شبيك يا ماما؟ تفهميني شنو القصة؟ خلا ابوي شبيه؟ ابوي شاد وياي. اللي وين شاد وياك؟ نعرف هذا الولد يريد يخطبني ولليوم قال بالبيت جحيم، اسئله واجوبه، وين رحتي وين اجيتي، ما عنده ثقه بي بعد. تصوري اليوم هو اللي وصلني للكليه. انا خايفه لا يبطلني من الكليه. زين امك وابوك يدرون انت هنا؟ لا. لا حول ولا قوه الا بالله. ادري يعني هذا ابوك كلش تصرفاته مو طبيعيه، اكو بنيه تنخطب يشدون وياها. زين الولد عرف؟ اي عرف ومصمم يخطبني. ها امك شنو رايها؟ امي حكايه تقدر تحكي. دي يلا ماما ما يخالف، قومي غسلي وارتاحي، واني هسه اتصل باهلك اقول لهم ذكرى راح تبات يمنا. أنا جيت أزورك بمكتبك، يعني زيارة تعارف. أهلا وسهلا بك. زيارة تعارف، عمل، احنا نتشرف بيك. أشكرك. يزيدنا الشرف بمعرفتك أستاذ طالب. الله يخليك. وأستاذ منير طبعا. أهلا وسهلا. أقدم لك مدير أعمال إسماعيل. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا بك أستاذ. تفضل أستاذ. أنا ما أدخن. أستاذ منير. أشكرك. ندخل بالموضوع أستاذ؟ تفضل. اللي أعرفه أستاذ طالب أن مشروعكم يحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الإنشائية والكهربائية والصحية إلى آخره. بصراحة أنا أتمنى أن الجهات اللي تمول المشروع تكون قليلة حتى يمكننا نسيطر على الحسابات والنقل، يعني نقلص الجانب الإداري. فأرجو أن تعتبرني أنا الممول الوحيد لهذا المشروع. بجميع أنواع المواد؟ نعم، وبجميع المواد. بصراحة يعني أنت فاجأتني. الله يزيدك. شكرا أستاذ، هذا من فضل الله. ونعم بالله. والأسعار اللي راح أعرضها عليكم هي أقل من السوق. هذا كرم منك، بس تكون وفق المواصفات المطلوبة من الوزارة. طبعا أستاذ طبعا. إسماعيل طلع الكراس وانطي للأستاذ اللي بيه الأسعار والمواد وأنواعها حتى يطلع عليها. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. أشكرك. أنا فعلا بحاجة لهذا الكراس، راح أطلع عليه وبعدين أتصل بحضرتك. وأنا متأكد إذا تعاونت وياي راح يكون عندكم فايض بالأموال بسبب الأسعار المتواضعة اللي قدمتها لكم. هذا اللي أتمناه، أن تكون هناك أموال فائضة حتى ممكن نستفاد منها بمشاريع أخرى تفيد الناس. فعلا فعلا، والناس هسه ظروفها صعبة ومحتاجة. قل لي موعدنا الثاني شو وقت؟